بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت في الحقيقة أول حاجة نجاوب الناس اللي كيسولوني تيقولوا لي شكون اللي توفى لكم. تلقيت بزاف الأسئلة. اللي توفى هو الأب ديال واحد الصديقة ديالنا هنا عايشة في أمريكا. الأب ديالها عايش في المغرب وتوفى وعيطوا عليها ومشات لعند الأب ديالها. الصديقة ديالنا يعني صديقة مقربة ديالنا، الاسم ديالها فاطمة. كلشي عارفها هنايا. بالنسبة لي زامي بروش ديالنا راه كلشي عارفة تقريبا. اللي ما عارفه شيء نسألكم الدعاء الوالد ديالها بالرحمة والمغفرة بإذن الله. الله يرحمه ويغفر ليه ويثبتو عند السؤال ويرحم والدينا ووالدين المسلمين أجمعين. اللهم ارحم موتانا فاطمة I love you أحبك في مرضانا. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مفروض نسلم عليكم بفور بات قلت لكم لأني خفت لا يمشي لي هذا الموضوع من بالي. بزاف ديال الناس يسولوني شكون توفى. كتبت أنا وعزيت بالاسم ديالي لجميع الناس اللي كيعرفوا فاطمة. احنا كنعزيوها بالاسم ديالي كلهم قسما بالله لك يعيطوا لي صحابات فاطمه لانها ما كتجاوبهمش والظروف ديالها ما كتسمحش، وحنا عارفين ومقدرين الظرف لان كل شيء مجرب ومعت من هذه الناحيه هذه. انا تقريبا الوالد ديالي توفى في 6/2/2002 والوالده في 5 يناير 2014 اللي كتوافق مش 2014 2004 التي توافق الوالدة عاقلة عليها بالهجري 22 شوال. هذه اللي عاقلة يعني راه سنين وراه بحال يلاه توفاو البارح قسما بالله. لحد الساعه الدمعه ديالتهم حاره 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 بزاف. علاش؟ الوالدين عمر الدمعه ديالتهم ما كتسالي، ما عمرها كتنشف. الوالدين خدموا علينا تعذبوا علينا وسيرتو الجينيراسيون ديالي انا. الوالدين ديالنا تعذبوا علينا بزاف ماشي شويه. ماشي حنا تعذبنا مع وليداتنا، مي العذاب ديالنا حنا شويه قليل بالمقارنه مع العذاب ديالهم هما. انا دائما تنقولها الله يرحمهم تعذبوا علينا وفي واحد الوقت اللي ما كانش التكنولوجيا بحال دابا، ما كانش وسائل الترفيه، ما كاين والو. مساكن تعذبوا يعني العجينه الخبز في داك الزرع يطحنوه ويجيبوه يغربلوه ويطيبوه. سبحان الملك. باقي داكشي دابا، ولكن ماشي كيف ما قبل كانت البركه وكان داكشي بالطعم ديالو. النهار اللي كتكون ديك الرغيفه ديال الشحمه اللي كانوا كيديروا كيديوها للفران وكيجيبوها، هذيك راه كانت غدا عندنا. ماشي جوع، لا ماشي جوع، ولكن كانت هذيك كانت كتكفي انسان شبعان. وهذيك ملي كتجيبيها وانت جاي وكتفرقي وتيدخل هذيك برد اتي كتقيل مقهوم النهار كله. انا لا اكسبشن الوحيده بدارنا اللي ما كتاكلش اللحم، لا اللحم لا الشحمه لا داكشي كله ماشي. المهم انا الذات ديالي ما كتقبلوش نباتيه الحمد لله. وكنت فيما كناكل اللحم كيوحل ليا، هذا دليل على اني ما كنتش كنحمل. كنت كناكلو بالزمني كولي وكان عندنا انك ضروري مني الله يرحمهم سبحان الملك كان ناكلو في الطبسيل، والوالد هو اللي عنده الحق يفرق اللحم وكيعطي لكل واحد لاغاسيون ديالته قدامه
وكنخليو اللحم هو الاخر. ما عرفتش علاش، ما عرفتش. دابا المشكله بقى فينا حتى لدابا. دابا انا والله الا بقى هاكم باش تعرفوا الانسان المغربي. انا دابا كندير سكسو، مني كندير اللحم زايد بحال ديري سكسو باللحم، اللحم بسكسو. لدرجات ولادي انا ما عارفينش هاد القضيه ديال كتخلي اللحم هو الاخر عاد تتفرقي. كاين اللي يجي قدامو كياكلوه. بغيت نديرها مي ما عرفتش ليها، ما كرهتش. كل واحد بعدا حنايا تحطي ديك القصريه تجمعي عليها وديري ديك القيمات، ما كاينش داكشي. كل واحد تيجيب تفصيلو. كاين اللي كيز لا خذوا من قدامكم اداب الاكل، هذه مفروغ منها، لانك انت اللي كتوري لولادك كيفاش اداب الاكل. بون كل واحد تيجي كياخذ من قدامه، كياخذ المقصود اللحم وهذا ولا الدجاج ولا اللي كتب الله. وي اللحم والدجاج هادشي اللي كاين. كاين الحوت، كاين اللي كيدير سكسو بالحوت. الناس اسفي وكنتمنى نذوق شي نهار سكسو بالحوت، كنتمنى نذوق شي نهار، لاني انا من عشاق الكسكس. صافي يعني كل واحد تياخذ، كل واحد فين تياكل. كاين تياكل بمعلقه، كاين اللي كياكلوا. المهم ماشي جالسين في قصريه وكما كنا والوالد ديالك هو اللي كيفرق عليك. سبحان الله الوقت بدلات. هكاك مساكن وتمحنوا معانا وتعذبوا وكلونا وشربونا وسيرتو انا تنقولها وافتخر. انا دكا ليا ومعروفين دكاله بالاكل. عائلتي راه تبارك الله ما شاء الله. يقولك شوفي انتيا راكي عاطيه الخبر. انا والله العظيم الا غلاضيت حتى جيت الميريكان قسما بالله غلاضيت. في واحد الوقيته في المدرسه ملي كنت مراهقه، كنت كنقرا في 4 اني 5 اني، غلاضيت مع الطوله وهذا. المهم بان صافي كنت درت واحد المشكل، انني مشيت درت واحد الانجكشن ودرتها بلا خبر الوالدين الله يرحمهم. وشنو درت هذيك الانجكشن؟ واحد السيده وراتها ليا. مني درتها قالت لي شوفي راه عمرك تفرحي بالغلط. قلت لها ما عنديش مشكل. علاش؟ يعني ديك الساعه انا غلايضه خصني غير نضعف، باقا يانغ يعني 16 17 العام. درتها صافي يعني اليوم هكا لا غد ليه هكا. انا كنقلب دابا على ديك الانجكشن وما لقيتهاش. كنتمنى والله العظيم كنتمنى نلقاها. مي الوالده غوتات عليا وبقى فيهم الحل من تما ما غلاضيتش فيها. فاش الحمد لله توفروا لي بزاف ديال الوسائل ديال العمل، ومن ضمنهم قريت في المدرسه الفندقيه لمده 2 وكنت الماجور دو بروموسيون وخدمت. كنت كنخدم السبت والحد، كنخدم العراسات، تنخدم السبوعات، تنخدم المهم اي خدمه جات قدامي كنديرها. ولكن ما مشيت في داك المجال للاسف. تزوجت وجلست. والله نادمه، ماشي جو ريغريت با، مي لا باسيون ديالي بقات لداخل. دابا ما بقاش عندي ميم با النفس عندي ديال الطبخ. مي الرغبه وداكشي صافي ماتت الرغبه. مي الحمد لله انا كنوري دابا البنيات ان شاء الله. جادور الطبخ، لاني كنت نحمق على الطبخ. كنت الماجور بروموسيون في كل شيء، ماشي غير في الطبخ. طبخ، ريستوراسيون، انتروتيا، في الموسيقى كنت كنغني، كنديروا داكشي ديال فياشيه. بون جادور داكشي الحمد لله. دي حياتي. افون يعني ماشي حسن من حياه والدينا. مي دابا راه كلشي توفر، كلشي زوين. ما كاينش ديك المذاق واللذه ديال داك العذاب اللي دازو فيه، ما كاينش شيء. السلامات. اوكي بون اللي بغيت نقول انا في هذا اللقاء ديال اليوم، بغيت نقول لكم باني انا راه ماشي يوتيوبرز يعني اللي هي داخله لهذا العالم باش نولي يوتيوبرز من واحد الناحيه. لا 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 لا، انا ما انا كاتبه، ما انا شاعره، ما انا عندي اقوال، ما انا تنعاود حكايه بحال الاستاذه ليلى، حكايه ليلى، وبزاف ديال
ديال القنوات اللي دايرين هذا الشيء ديال الحكي. انا ماشي نقدر ندير هاد المسار ديال الحكي، ولكن الا مشى ليا راس الخيط مشى ليا كلشي. كنكون هنا كنوصل لتطوان، كنكون في بجع حتى نوصل عرفت فين. الخيال ديالي كيسرح، تيقول لك طلقها وخليها خليها تسرع. حتى انا الا مشيت طلقتها وي محاش والله لا طلقتها محاش واش نشدها نوبه اخرى. داكشي علاش راه تنميتريزي فرانه ماه. هذا هو اللي بغيت نقول لكم. انا راه ماشي يعني يوتيوبرز درتها علاش انا الشعار ديالي هو بغيت نعاون اللي عندهم شي مشروع بغا ينشرو، نديرو افيك بليزير بدون مقابل. اللي عنده شي بغا يدير اعلان لشي بلاصه بغا هذا الشيء، هذا هو الهدف ديالي من القناه. والهدف الاول هو انني نبقى حاضره وسط الاسره ديالي اللي في المغرب، اللي صافي 13 تقريبا بريسك ما شفتوش من 2011. من 2011 كانت اخر مجيه 2011 دابا 2023 بريسك. يعني بغيت نكون حاضره ناظره عند الاسره ديالي في اسره العماره ودار عمتي وبنات خالتي وجيراننا واختي، المهم الاسره المقربه ديالنا كامله. هذا هو نقوم بهذا العمل يعني لوجه الله. اولا اللي بغى شي اعلان شي حاجه لوجه الله لوجه الرحمن، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهاد القناه هذه ديالي راه دابا تقريبا عندي اكثر من عام وشي حاجه عندي هاد القناه. قسما بالله لحد الساعه باقا ما خديت منها والو. مره وحده ما عرفت كيفاش تدزت ليهم عطاوني $100 مره وحده، ندموا ما رجعوهاش ليا والله، ما عطاوني مره اخرى الحمد لله وشكر لله. هذيك $100 منها ما عمرني خديت. وجات عاوتاني هاد لاكسيدون صافي مابقيتش نخرج لاني انا الطبخ بون كلشي كيعرف يطيب كلشي، شنو نشارك مع الناس. انا الرغيفه كنديرها بريسك يوميا في رمضان، يوميا اختلاف الحشوات. شنو هندير كسكسو رفيسه هادشي كنديروه دائما سبالابين. بقاو فيديوهات يعني متكرره وصافي هذا هو. مي بالنسبه بغيت ندير فلوغات نخرج وهذا، ولكن اي كانت لاني دابا دايره عندي كسر في الرجل ديالي والحمد لله اتمثل الى الشفاء. مي باقي ولا عندي لا فوبي، ولات عندي فوبيا من الخروج، تنخاف لا نخرج. ولو مالور هو دو فوا وقعت ليا. مشيت مره الليله اللي هي صباح رمضان، خرجت مني رجعت للدار لقيت لاسانسور خاسر طلعت دوك الدروج كاملين 5 ايطاج. والمره الثانيه اللي خرجت مؤخرا قسما بالله كان مزيان هبطنا فيه، من جينا نرجعو ثاني لقيناه يعني الهبوط اللي ممكن نهبط بسهوله خدام، في الطلوع لقيتو عاوتاني خاسر وطلعت عاوتاني يعني دو فوا. وليت نخاف نخرج، ولا بغيت شي دار تكون سفليه باش نخرج ونتمشى، ما يبقاش عندي ديك البور من ديك لا بور من نتمشى وخايفه نطيح وخايفه رجليا توقع في شي حفره وما عرفتش. واحد الاحساس يعني صعيب بزاف، ما يحس بهذا الاحساس الا اللي فايت مهرس. وما نتمناها حتى شي واحد، هذا الهرس صعيب بزاف. وسيرتو جاني في الرجل، كي هديري توقفي، كي هديري تخدمي مع وليداتك، كي هديري ايفن الحمام ديالك كي هديري ليه. خصني نخرج لبرا نمشي لاصال الفيتنس باش ما عندهمش الضرور باش يمكن لك تاخدي الشاور ديالك وي بفورمي. الحمد لله اللهم لك الحمد. يعني هذا هو الهدف ديالي من القناه، هو انني نهلبي الناس، نهلبي اللي عنده شي حاجه نهلبي. هانتوما مرحبا بكم، هاي فاطمه
تنشر لكم هذا مع العرب او مع غير العرب، يعني نشرهم في قناة هنا وقناة أمريكية. كاينين قنوات عندي ناس يعني أمريكيين وتاهما تعرفوا عليا، ما عندي حتى مشكل، لأنهم دابا هاد الناس أمريكان تاهما ولاو تيبغيو هاد الستايل ديالنا. شحال من مرة كنلبس شي حاجة بحال هكا، منين خديتي هادي وتيعجبهم وكيصيفطوا ليا كومونتير وكنجاوبهم. من خديتهم من أخت سعيدة أم مريم، هي الوحيده اللي هنا في امريكا كتستعمل بحال هاد الديزاين وكتجيب من افريوير. لحد الساعه هي اللي كنعرف، كنت كنشري عند واحد السيده مي ما بقاتش دابا صافي ديزاني. ولكن مني جات الاخت سعيده من ام مريم، واخا تبقى ديك السيده ناخذها عند الاخت سعيده ام مريم، لان داكشي غزال. داكشي اللي كتبيع هادي راه خديتها عندها، هاد اللبسه هادي خديتها عندها طويله، هانتسما هادي مسلين غزاله الروعه بما كان. خديتها عندها ملي كنت رقيقه، دابا راه ما بغاوش يدخلوا ليا الكمام ما بغاوش فيدورا، خلاوها شي ناس قالوا لي فيدورا. اوكي ما عليناش، سي لافي، ما كرهتش نضعف مي اي دون نو هاو. الحمد لله وشكر الله. بالنسبه لكم القناه ديالي درتها لاجل عمل خيري وباش نكون حاضره عند خوتي واخوات اختي والاسره ديالنا كامله. وبالنسبه لهذا ان شاء الله باذن الله يعني الحاجه اللي كنتمنى ندير مني الى تفعلت لي القناه وزادت تفعلات ودخلت منها شي حاجه، فهيكون المدخول ديالها خيري لوجه الرحمن. يعني هندير بها، نجمع الفلوس تندير بهم واحد المشروع خيري، اما مسجد اما نفتح يعني نحفر بئر في المغرب. انا ما عندك ما ديري اليوم هنا ما شاء الله، تحفري وداك الماء اللي يشرب منه يقول الله يرحم الوالدين. صافي هادشي اللي بغيت، لان بالماء كيحيا الانسان. قوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. لفي انني هندير هذا البئر باذن الله، يشربوا الماء ويدعيوا معاهم. الحمد لله، هذا هو الفضل. فاطمة I love you أحبك لان الماء حياه، والمسجد اذا تخلي الانسان باش يصلي حتى هو حياه، يصلي ويذكر الله حتى هو نعمه وبركه. هذا في الحقيقه هو الهدف ديالي ان شاء الله. في حالة لا تفعلت لي انا ما بغى منها لا ندير ديور لا ندير قصوره. عشت الحمد لله، عشت في دارنا، عشت في مني كنت متزوجه، عشت مخيره، عشت في العز. وصراحه الحمد لله انا ما كنكرش، عشت الحمد لله في الخير وعشت في هذا. دابا من الحميدين الشاكرين، بغينا قوت اليوم وتكون هاني ومرتاح البال، هذا هو احسن حاجه. ونتسمى انني درت شي حاجه الوالديه، لان قالك اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: عمل ينتفع به، صدقه جاريه، علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. ونتمنى نكون انا داك البنت الصالحه اللي تدعو الوالد، يعني فعل الدعاء، مش كتدعي على والديها، تدعي لوالديها بالرحمه والغفران، وتجعل شحال من واحد يدعي لهم بالرحمه، لانهم انفوا يدخلوا لذاك المكان يترحموا. هذا هو. وباش الانسان ويتعظ الانسان ياخذ واحد الموعظه في الدنيا، لان دابا موت الفجأة اكثر. من غير موت الفجأة كاين بزاف ديال الكوارث، وخص الانسان يتعظ ياخذ منهم موعظه. و ضحك علي انا واحد السيده صاحبتي، قلت يلا هضرت معاها
سبحان الله. عندها واحد سبحان الله، لا اله الا الله. اتعرفني بون شحال يا ما نصحت فيها وهي ما عندهاش الرغبه، باش ما عندهاش رغبه انها تزوج، قالت لك تعيش هكاك افي. ما لا، علاش؟ ماشي كلشي كيف بدات تلقاي الانسان المناسب. وقالت لك لا، لانهم دابا تيطلبوا المراه الغليظه. المراه هذه المراه الغليظه واش مراه بقرا؟ راه مشاعر وروح واحاسيس. اللي كيرفض المراه كندق القرقارات دق تم. اللي كيرفض المراه على الغلط ديالها، ولا اللي كيرفض المراه على الضعف ديالها، ولا اللي كيبغي واحد لابارتي في المراه حكا غليظه حكا هادي. نو نتوما ما كتبغيو روسكم في ديك اللحظه، ما كتبغيوش المراه، كتبغيو روسكم وكتبغيو نتوما تعنفوسكم. اما المراه ما كتهش في عماريه باش تهز في عماريه وتجي تدخلها لدار وتسد عليها. نو، المراه كتهز هنا فوق الراس وفي القلب، وتبقى كيف ما شتيها اليوم تشوفها غدا تشوفها بعدا. اللي كيتغير الشكل، ما كيتغيرش الروح. والانسان اللي خدا شي بنت الناس ما يتعداش عليها من راسي وجبد. انا دابا ولادي الا ولدي بغى يتزوج نقول له سير الله يعاونك، نزيدو الدعاء ونقول له يا ربي نهار نشوفو فرحان هذيك هي الفرحه ديالتي، ماشي نشوف ولدي فرحان ونغير من مراته. هذه ماشي عليا. هذه ماشي عليا. كاينش لا يغير مني، ما عندي والو باش يغيروا. تبارك الله. ولادي بناتي كذلك نشوفهم سعيدين، ما نطلب فيهم لا مهر لا حتى شي حاجه. المهر الصداق ديالو بيناتهم ويتهلا فيها، لان المهر والصداق فعلا واتوا النساء صدقاتهن نحله، اوكي. ولكن الصدق راه ماشي هو شحال ما عطاني مثلا الفلوس اذا نسوى هاد الفلوس. نو، الا عطاك بزاف اذا راكي ايوا. واللي تزوجوا بشق تمره شنو نقولوا عليهم؟ واللي ما عندوش والرسول صلى الله عليه وسلم قال له صلي 6 ركعات شنو نقولوا عليهم؟ راه ماشي الفلوس اللي كيقيموا المراه، ماشي الفلوس اللي كيقيموا المراه كيعطيوها واحد لا فالور. الفالور هو انك تعيش انت وياها في سكينه وثبات وموده ورحمه. وراه القران قال هاد الشيء. اللي كيبغي يغمض عينيه وكل شيء عارف هاد الشيء. ماشي انا اللي هنصلح الكون، كل شيء عارف هاد الشيء. واش نقول لهم؟ اللي كيتعدى على شي بنت الناس راه كاين الله كيشوف. انا دزت في واحد المرحله وتعذبت، مي الحمد لله خرجت بسلام، الحمد لله وشكر الله. واستغفر الله لي ولكم وكاع الناس اللي داروا فيا شي حاجه خايبه، كنقول لهم منكم لله، حسبي الله ونعم الوكيل. يا الله، السلام عليكم. اعتذر كانت نهايه شويه مره، ما كنتش ناويه نقولها، مي سي لافي. اوكي، يا الله، السلام عليكم كلكم. عزيزه بشرى ونزيد عيشه قالت لك بقيت تذكريني. واش غندير دابا؟ واش عيشه دابا طلع ليا الفيديو؟ يلا انت عيشه، نسلمت عليك. يلا قولي اصحاباتك. يلا السلام عليكم. جو ريغول. باي باي. فاطمة I love you. أحبك.